السلام عليكم حبايبي، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله بخير. ورجعت وياكم فيديو جديد وان شاء الله ينال اعجابكم. والله مشتاقة لكم هواية وتأخرت عليكم بهاي الفيديوهات الجديدة. أنا عندي فيديوهات بس ما ناشرتها، عندي ظروف شوية. وهنا حبايبي هذا مسواقنا الأسبوعي من لحم، سمك، دجاج، مخبر، خير من الله والف الحمد لله والشكر. وهنا راح أصف المسواق وأعزل الثلاجة وأخلي كل شي بمكانه. ها حبايبي، هنا طبخت تشريب أصفر. حمس أول مرة، صفيت من المي الدجاج، صفيت من المي وبعدين ضفت له الزيت والبصرة وورق الغار والبصل والكركم وشوية كاري ومكعبات ماجي مال دجاج. وهنا بهاي الطريقة وراح أخليه وبعدين أضيف له الملح ورا ما يستوي. وهنا حبايبي خليت الباكة على النار، لأن أنا قلت لكم سابقا إن البنات ما يحبون الباكة، يعني بس وحدة من بناتي وقليل تاكلها، فطبخت دجاج وياه. هنا بهاي الطريقة الباكة خليتها على النار بدون أي شي، يعني يخلص ميها، تصفى من المي مالتها، وأضيف لها الزيت والبصل والبصرة وشوية كركم. وهالمرة خليت لها هم كاري، يعني دا شوف الطعم مالتها وطلع طعمها كلش طيب. أنا كل مرة أخليلها بس كركم يعني قليل. صبيت الغدا وسهمنا وسهمكم ألف عافية، اللي أكل باكر واللي أكل دجاج وخير من الله نعمة. هنا حبايبي حبينا نغير جو، رحنا لحديقة الأمة اللي هي موجودة بساحة التحرير، لأن غيروا بيها أشياء، لأن هي كانت متروكة وأصلا هامليها محافظة بغداد، يعني ما يسووها، يعني سووها بهذا الشكل، يعني حديقة يعني عامة للكل هي. وزين حلوة سواها يعني، ومخلين أغاني وطنية، أغاني يعني بأنواع الأغاني مخلين، والناس قاعدة بيها. بس شوية كان الجو بارد من طلعنا، بس شوية تغيير واحد هم يرتاح، مو دائما بالبيت. الله. هنا حبايبي نزلنا هنا لحديقة الأمة، وراح هاي صورت لكم الرمز مال ساحة التحرير، ودخلنا جوا وزارعين بيها الورد، أنواع الورد والنافورات، يعني حلوة مسويها، شوي هم تغيير حلو، يعني اللي مسوي بيها عيد ميلاد، اللي جايب أكله وقاعد جوا، يعني حديقة عامة هي للكل. عوائل كانت هواي يعني حلوة، بس كان الجو شوية بارد، بس واحد لازم يغير جو. حبايبي هاي النافورات، يعني مسويها شكل يعني حلو وبألوان حلوة، وناس قاعدة تصور، ناس عندها عيد ميلاد، يعني حلوة، يعني أحسن من قبل كانت متروكة وهامليها أصلا ما مسويها نهائيا. هم هاي سووها بالجديد. هنا هاي أطفال بنتي دا يرقصون على الأغاني اللي مخليها، أغاني تشجعهم على الرقص، يعني مخلين أغاني حلوة بصراحة، بس ما قدرت يعني أطلع الصوت، عليه حقوق. وهنا رجعنا هي بالكرادة فرايد تشيكن، تعشينا ورجعنا لبيتنا بسلامة.
هنا حبايبي راجعين لبيتنا. كان الوقت يعني متأخر حيل يعني برجعتنا، والجو شوية برد حيل. هنا حبايب هاي ثاني يوم طلبت طباخ أبو الحقيبة أو الجنطة، طباخ يعني شلون السفر نقول عليه، يعني بالسفرات بالزيارات بأي مكان تقدر تاخذه، طباخ صغير يعني. تصير بيه قنينة بداخله، وهاي من تخلص القنينة تتبدل يعني. سألتهم والبيج مالتهم قلت لهم ايش قد تبقى تستمر القنينة يعني تشتغل على الطباخ؟ يعني قالوا لي 6 ساعات. وما أعرف أنا لحد الآن ما جربته، معقولة 6 ساعات هاي القنينة تبقى يعني طباخ مشتغل يعني 6 ساعات؟ وسعرها القنينة ب2500 تتبدل. هذا بهذا الشكل، كان عندهم اللون الأزرق والأحمر، فأنا طلبت اللون الأحمر، بس لحد الآن ما جربته بصراحة. ويشتغل على الغاز، لأن مخلي له شلون القفايص مال الغاز يعني، ما أعرف شلون شكلها يعني، هاي مثل الفيشة ما أعرف طويلة، هاي تتركب على القنينة يعني، هم يشتغل على الغاز يعني، مو بس على هاي القنينة مالته. وهنا هاي بالليل جينا عيد ميلاد ابن بنتي أيسر، الله يخليه ويعلم راتبه ولا طولة العمر، حبيبي السوري. هنا عيد ميلاده، هاي بيت بنتي، سوت له عيد ميلاد، وكانت الحفلة يعني صغيرة، قلت تقول ململمة يعني بيننا وبينهم يعني، وكان حلو عيد ميلاده. هنا خلينا له صورة. هنا حبيبي، هنا أمه سوت له كيكتين، كيكة الصورة مالته خلتها، والكيكة الثانية بهذا الشكل. حبيبي السوري، هاي صورته، ربي يحفظه من كل عين ويطول بعمره. وكان عيد ميلاده كلش حلو، بس هو خبصنا عن النفاخ، ما خلى نفاخة كلها طقها. تعرفون الأطفال وحركاتهم بهاي السوالف، يحبون النفاخ، يحبون ما يخلون نفاخة يعني هيجي لازم يطقوها. هنا أمه سوت له هذا الميز بهذا الشكل، وكان كلش حلو. هي طلبتها من بيج وجابوا لي إياه خدمة توصيل، وسوت لي إياه. هنا أنا خلت لي إياه بالاستقبال يعني.